20 دقيقة. طبعا اليوم قررنا ما نحط منبه وننام قد ما نقدر، وفجأة ألاقي نفسي صاحية الساعة 10 بالضبط زي ما صحيت أمس صحيت الساعة 10 واليوم نفس الشي. شكله عندي منبه شو اسمه تلقائي في مخي. بس تعرفوا ايش صار لي؟ صحيت تقريبا الساعة 5 وقعدت لين الساعة 6 ونص من الألم. تخيلوا جالي الألم هنا نفس المكان هذا اللي قاعد اشتكي لكم منه، وما راضي يروح وحرقان ما ادري كيف. كنت احسه هنا كذا شيء ملتهب مرة ملتهب، وهنا كمان وكذا. لما تاكلي يوجعك؟ لما تاكلي؟ ايوه لما اكل، وقبل الاكل وبعد الاكل وفي النوم وخلال اليوم. شيء صار مرة كثير يعني. طب اسمع، ما راح تخسري، استخدم الدواء اللي هعطيك اياه. وفي الحمام. اي دواء؟ عندك دواء؟ حاشتري لك اياه بالصيدلية. قصدك هذا اللي حق الاحباط. والله مدري. تعرفوا انا نايمه في الليل قلت اي دواء موجود حاخذه خلاص، ما حاتحمل، لانه انا خفت كمان اخذ مسكن وما يعني مو ماكله شيء. ايوه فالمسكن اللي عندي مره ياثر على الامعاء خاصه. هذا المسكن منه تلاقيه؟ لا ما اخذ اصلا، ما اخذ مسكنات. هذا مسكن من روسيا يا جماعه، فنان اسمه بنتالجين. كذا الحبة حقه لونها أخضر. أي نوع ألم في جسمكم like this sit يعني زي بعد كذا. أي نوع في أي ألم في جسمكم يشيله على طول. يا جماعة مفاصل، أسنان، عظام، راس، شعر، رمش، كل شيء. يا جماعة لما أنا أجلس كذا، ولما أنا أوقف كذا. المهم خلونا نقوم نجهز مع بعض. طبعا هنا مشاكل اللندنيين. البرنامج روسي كنت تابع زي يكونوا في المحكمة وكذا. ايوه يكون. لا امريكي، هذا امريكي. امريكا معروف. مكتوب لندن لايف، القناة اسمها لندن لايف. قلت يمكن مشاكل بريطانية. لا علم امريكا حتى ورا. اوكي امريكان يحبوا المشاكل، يحبوا هذه الاشياء. اللي الروس نفس الشيء، عندهم برامج زي كذا يقعدوا مثلا زوج وزوجته متخاصمين وقاعدين يتضاربوا على الورث، وبعدين يروحوا المحكمة، وفي المحكمة هناك يقرروا من الفايز ومن الخسران. إيه بعدين في البيت لما هم متضاربين ياخذوا آيس كريم ويتفرج النوز. صح؟ المهم خلونا نجهز. اليوم برضو جو بارد للأسف الشديد، بس ايش نسوي؟ فراش اور تطق يضر.